جاني قبل مدة أحد المصلين الوافدين وقال: يا محمد أنا عندي موضوع مهم وبقوله لك. قلت: تفضل. قال: أخي في بلدنا البلد الفلاني ولي منه ذكر لي السنوات من الهجر والقطيع، سنوات وأنا هاجر من أخي وهو هاجر، والحين حاولت أني أتواصل معه ولا قدرت، ولو أملك الدنيا على أن أقدمها له ويرضى علي لقدمت له الدنيا، لأن ما بقي أكثر مما مضى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يا كرام يقول: هجر المسلم سنة كسفك دمه. أنت تهجر لك مسلم، خل عاد اللحم والدم، تهجر لك مسلم سنة كأنك سافك دمه، قاتلها بدون سلاح، قاتلها بدون سلاح. فما بالك باللي هاجر من أخته، واللي هاجر من أخيه، واللي هاجر بني عمه والحمه دمه، واللي هاجر أصدقائه وزملائه في العمل وجيرانه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. عندك 3 أيام حظ النفس البشرية، الزعل هو تكلم عليه يخطأ عليه، لك 3 أيام 72 ساعة 72 ساعة تزعل ولا تكلم. لكن بعدها من تجاوز 3 أيام هذه ما يرفع له عمل، ما يرفع له عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يا كرام ترى القضية مهمة، يقول: من هجر مسلما 3 فمات دخل النار، دخل النار. فهذه يا كرام كم من الناس اللي هاجرين أقاربهم، حنا يمكن لنا حظوظ في النفس، لكن حنا نبتقي ما عند الله سبحانه وتعالى. أنا هاجرك بسلم عليك وباصلك، لكن مو بلازم أنك تحبه، أنت أوصل زوره سلم عليه، لكن الحب ما أنت مجبور على حبه، لكن أهم شيء أنك تصله، لأن قطع صلة الأرحام قضية مهمة، أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة والناس يعملون في هذه الدنيا يبغون الجنة ويتقون الله سبحانه وتعالى ويسألون الله سبحانه وتعالى أنه يجيرهم من النار. صحيح ولا لا يا كرام؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، الله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ النتيجة: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أبعدوا من رحمة الله. ليه؟ علشان ما أذل نفسي، والله فلان ضربني وفلان أهانني ولا فلانة أخطأت عليه ولا فلانة تكلمت عليه قدام الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعفوك عن الناس والصفح عنهم يزيدك الله سبحانه وتعالى عزة ورفعة ومكانة في قلوب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب وهجر وحورب وسحر، ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى من قومه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما لنا أسوة حسنة في رسول الله؟ والله لو قيل لكل واحد منا: من قدوتك في هذه الدنيا؟ لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يعمل إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيا كرام اللي لابد على كل أحد الليلة يا كرام أفضل دعاء في العشر الأواخر وفي الليالي الوترية حديث عائشة رضي الله عنها يوم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا ربي أعتقت الناس السجن اللي في قلبي اللي أنا ساجن فيه المسلمين والمسلمات، أعتقتهم من الليلة لوجهك يا الله، أعتقتهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا، مو بتعالوا، وسارعوا إلى جنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. من هي له يا ربي؟ أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. مغفرة من رب العالمين وجنة عرضها السماوات والأرض. ذا اللي في قلبك الليلة أنت متصدق، دخلت أنت في الآية، عفيت أنت وقضمت أنت غيظك وعفيت أنت عن المسلمين، عفى الله سبحانه وتعالى عنك ودخلت أنت في هذه الآية.
إذا كان أبواب الجنة الثمانية يقول أحد العلماء فيه باب من أبواب الجنة اسمه باب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ينادي منادي يوم القيامة يا كرام يقول من كان له أجر على الله فليقم، ما يقوم. فينادي مرة أخرى من كان له أجر على الله فليقم، فيقولون من اللي أجره على الله؟ فيقول العافين عن الناس، فيقوم كذا وكذا فيدخلون الجنة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فيا كرام أختم بهذه الكلمة، حنا في أيام الأخيرة من أيام رمضان ونبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن أفضل ما يعبد الله سبحانه وتعالى الدعاء في هذه الليالي أن يعفو الله عنا، فاعفوا عن المسلمين واعتقوهم لوجه الله. والله ما مثل الليلة أن الإنسان برسالة ولا باتصال في العشر الأواخر يبتقي ما عند الله سبحانه وتعالى، يا فلان ويا فلانة والله إني عفوت عنك وصفعت عنك، ما بدر منك لوجه الله أبتقي ما عند الله سبحانه وتعالى. لأن فيها الآن ناس لهم سنوات صاموا رمضان العام وصاموا رمضان ذا، تصدقوا وصلوا وحجوا وعملوا من أعمال البر ما عملوا وما رفع لهم عمل عند الله، ما رفع لهم عمل عند الله. ليه؟ الشحناء والبغضة هذا. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة، وفي رواية تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وش نبغي يا كرام إلا ما عند الله سبحانه وتعالى؟ والله لو أن الإنسان يوقف راتبه شهر واحد فقط أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، فما بالك بأعمالك سنوات شهور أسابيع ما ترفع إلى الله كلها علشان ذا الحظ اللي في النفس. يا أخي أنت تبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. اعفوا عن المسلمين والمسلمات لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويعتق رقبتك من النار. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.